هذه راية اف ام، وهذا هو شعبنا الفلسطيني. اهلا بكم مستمعينا الكرام عبر اثير راية اف ام. الكثير ينتظر هذه المفاجأة، الكثير ينتظر هذا الصوت، وكثيرون من ينتظرون هذه الساعة بالتحديد. كثيرون من أبناء هذا العالم يحاولوا طمس وروح الفرح داخل شعبنا الفلسطيني. هم لا يعلمون تماما بأن الفرح لدينا هو مثل غرسة زيتون وحبات الرمل، مثل بحر يافا وعكا وغزة. شاب ترعرع بين زقاق المخيم، حلم مثل كثيرين بالعودة إلى مسقط رأس أجداده. حمل مفتاح البيت المهجر، حلمه كبر، تعاظم، رسمه على رمال بحر غزة. خان يونس نقلته الأمواج إلى مكان آخر، إلى شط آخر، إلى بر آخر. خرج صوته ناطقا بالفرح، بالحزن، بالأمل، بالنكبات، بالنكسات، حتى أن هذا الصوت خرج من بين ركام الموت. صوته وحزنه، ابتسامته الخجولة، ضحكته غير المدروسة أبدا، عفويته، صدقه وحلمه. الآن اليوم يمثلني، يمثلكم، يمثلهن محمد عساف. اهلا بمحمد. جاي من غزة؟ اليوم وصلت. الحمد لله على السلامة. كم يوم خذ لك؟ اليومين تقريبا. لغايه ما وصلت؟ لحد ما وصلت. ليه؟ يومين؟ في شوية مشاكل يعني على المعبر وهيك. بنحييك ونرحب فيك. الله يخليك يا رب. وش رح تغنينا؟ صفيني مرة وقفيني مرة، صفيني مرة وقفيني مرة، ولا تنسانيش كده بالمرة. صفيني مرة وقفيني مرة، كنا سوا قلبين، الحب جمع شملنا، والعين تقول للعين احنا اتخلقنا لبعضنا، وابقى جنبك ولا نيش عارف ايه مخبي، والقلب يبقى فرحان وخايف لا يروح. خاف الله فينا يا راجل. ليك حبيبي بكل أمانة، أنا بسمع كتير ناس وتاني يوم بسمع غيرهم، واللي سمعتهم راحوا. أنت من الأشخاص اللي راح يتذكروا، لأنه عندك مقدرة أنك تتحكم بصوتك، بالقوي، بالعالي، بالعاطفي، حد قال لك ان صوتك مثل صوت عبد الحليم؟ احسنت، وانا مع راغب ان انت من الاصوات اللي احنا هنفضل نفتكرها قدام ان شاء الله. لك عندك 4 ايام. بيج ياس، بيج ياس. أهلا وسهلا بك. أهلا فيكي، وكل التحية لكل المستمعين ولإذاعة راية. ما شاء الله عليكم منورين. كلهم نورين ما شاء الله عليكم. ما شاء الله عنك. أكيد هذا الاستوديو انتظرك كثيرا من أول يوم أنت انطلقت فيه بأرب ايدل لحد اليوم، وجمهورك بالتحديد هون في راية اف ام على طول بيسأل عنك وحابب انه يكون معك بتواصل مباشر، فلذلك احنا اليوم كتير سعيدين. ما تعرفش قديش تعبنا علشان انت تكون هون، يمكن انت ما بتعرف. اهلا وسهلا. بعد سنة وتقريبا 3 شهور اول ألبوم لمحمد عساف في الاسواق. أول ألبوم، أول عمل فني متكامل كامل. شو شعورك محمد وأنت بتطلق أول عمل الآن للعالم كله، مش بس للعالم العربي، لأنه العالم كله عرفك؟ يعني أكيد عفوا صح، أكيد إنه بالنسبة لي كتير سعيد وكتير مبسوط يعني أول يعني زي ما بيقولوا أول فرح خلينا أقول إنه هالألبوم يعني اللي اشتغلت عليه من شهر 10 الماضي. يعني بالضبط صار لي سنة بالضبط بشتغل على الألبوم، حوالي 14 أغنية.
تقريبا. اليوم نزل منهم 2 بالايتونز، وان شاء الله باقي الاغاني يوم 8/10 حيكونوا مع الكليب اللي هو الخاص بالاغنيه. اليوم نزل ايضا كمان برومو كليب على اليوتيوب وعلى قنوات مجموعه MBC اللي هو بيحكي عن الفيديو كليب، بيحكي عن الالبوم. لأنه إنه البرومو اللي الناس شافته مش هو هذا الكليب يعني. مش هو. بيخدع فينا. نسمع يا سلام، نسمع من عندك. هذا جزء من، طبعا بالصورة أجمل بالفيديو طبعا موجودة على صفحة محمد عساف على الفيسبوك. بتوقع على كمان رايا. خذي أعطي الوردة هاي هناك. الوردة هذه قصة البرومو بتعكس إشي من الفيديو كليب اللي رح نشوفه ولا لا؟ يعني هي قصة مختلفة تماما. يعني خلينا أقول لك إنه بصراحة يعني نوع من التشويق للناس، إنه هم هلا بظنوا إنه هاي الكليب يعني. أما هيك إحنا فكرنا. المفاجأة إنه الكليب شيء تاني خالص. شو طيب الكليب؟ الكليب هو يعني أنا هيك بعطي سكوب بعد، اللي هي أغنية لوين بروح من كلمات الشاعر أحمد ماضي والحان الفنان زياد برجي. هي موجودة عندكم على فكرة، موجودة بثها سلام من شوي. لوين بروح هي الأغنية اللي راح تكون رومانسية. الكليب رح نتفاجأ بمحمد عساف فيها. يعني شوفي أنا ماخد منحى معين بصراحة. الأغنية كتير رومانسية. أنا أو قصة الكليب تبعها مختلفة. يعني يمكن نوعا ما تحس إنه قريب من الكلام، أو في شيء من أو رسالة بطريقة يعني غير مباشرة. قصة الكليب اللي راح تكون إنه لوين بروح وأنت منك معي. يعني مش شرط إنه أنا توهنا محمد. توهنا. الفيديو كليب إمتى راح نشوفه؟ راح يكون يوم 8/10 مع الCD اللي هو باقي الأغاني إن شاء الله يوم 8/10 إن شاء الله على شاشة MBC. رح يبث أول شيء إن شاء الله أكيد. وعلى وناسة. كيف بتشوف أقرب الأغاني لإلك أنت؟ على فكرة خليني أحكي عن اللهجات. صوته تعبان محمد، طبعا بحب أشير إنه تعبان. اللهجات، كل اللهجات غنيت ولا في لهجات ركزت عليها فيه؟ يعني صراحة في عدة لهجات. الشغلة يمكن اللي في آخر لحظات يعني أجلتها من الألبوم اللي هي الأغاني الخليجية. كان في أغنيتين خليجيات صراحة بالألبوم، ولكن يعني حبيت أتروى. قلت بديش يعني أشتت الناس إنه مركز، إنه مغني باللبناني، بالمصري، في أغنية فلسطينية، في أغنية عراقية. حبيت إنه يعني يكون العراقي أصعب من الخليجي بتوقع ولا لا؟ والله يعني شوفي، هي الشغلة دايما الصعب بكون ممكن إذا مش اللحن كان بتكون اللكنة صعبة. بس يعني بعرفش، يعني أنا بقدرش أحكم على حالي. يعني خلي الناس بدنا نشوف وتشوف يا رب إن شاء الله بسرعة. بالألبوم أغنية هين بدي أعطيكي كمان أكم من سكوب هيك. الأغنية العراقية هي ألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي. أغنية كتير حلوة بعنوان يا بنية. يعني بنية يا صبية يعني. قريبة. هي على فكرة يعني بحس إنه فيها جو قريب كتير من علي الكوفية. بس إنه جو يعني نفس الجو اللي هو بيسموه التشوبي. التشوبي يعني نفس جو علي الكوفية تقريبا. دبكة عراقية. في كمان أغنية مع الفنان يعني فارس اسكندر، لبناني معروف، ابن الفنان محمد اسكندر. أكيد محمد معروف، فنان لبناني محمد اسكندر. مع عنا بنات. بس عملت شغلة إنه من الشبه بيخلق أربعين بهذا المعنى. برضو أغنية يعني كتير هيك يعني فيها حركة. هدول تقريبا يمكن أكتر أغنيتين بقول لك إنه فيهم جو الكذا. جوك في أغنية أيوة حغني كمان أنا بعطيه كذا سكوب. يلا هاي تالت. أيوة عدوا أيوة سكوبات. بس أغنية بعنوان أيوة حغني من كلمات الشاعر المصري والنوبي مصطفى مرزوق، ألحان محمد رحيم. بالنوبي يعني؟ لا مش بالنوبي، بالمصري. ولكن إنه جوها كتير يعني أنا بحب هذه الأجواء اللي هي زي محمد منير يعني قريبة تقريبا اللي هي الموضوع
يعني بتقول أيوة حغني أصلا يا ما تغنى عليا. أيوة حغني على كل اللي بيحصل فيا. بتحسها بتحكي عنك؟ يعني أكيد يعني إنه كتير كتير لمستني، حبيتها كتير الموضوع نفسه، كتير حبيته. عندي كمان شو خليني أتذكر لك. تذكر سكوبات. في أغنية تعال نقعد مع بعض شوي، كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، توزيع بلال الزين، الفنان بلال الزين. صراحة يعني كان لي كذا تعمل. فيه أغنية بعنوان في اللي بلا ما تحكي أيضا. جميل. في شو كمان خليني أتذكر. ما في ولا شيء وطني. وباي ذا واي يعني لأنك السي معي بالسيارة بس مش حسنا. يا جماعة بتحاصروا السيارة اللي فيها. معك في السيارة. طيب احنا بنحاول نتفاوض، يعني كل شيء بالتفاوض بيجي بالحياة. كل شيء بالتفاوض. كنت تحكي دائما انه رح يكون في عمل وطني اما بداخل البوم او يمكن طبعا لا. اغنيتي الفلسطينية بعنوان ورد الاصايل، من كلمات الشاعر سائد السويركي، الحان الفنان والموسيقار الرائع اللي انا بحبه وصديق عمري يعني استاذ ياسر عمر، وتوزيع يعقوب الأطرش. طبعا الأغنية انشغلت كلها في فلسطين، وتريات وإلى آخره، يعني انشغلت في استوديو وتر. صديقي والمايسترو الفرقة الأستاذ يعقوب الأطرش بتوجه له بالتحية. طول ورد الأصايل شوقنا فتح على دروب الهنا، والدهر يا دهر الجبل يا شراعنا وموالنا، ضمينا يا ام الهنا جبينك عتابة وميجنا، يا تراب بالدم من جبل ويا ريح ما بتهزنا، والخيل سرجه من الذهب ومرصع خيوطه وأمل، من هدي حيله من التعب مهما جراله هالبطل، ورد الأصايل شوقنا فتح على خد الخليل، ضحكة قمر عسيوفنا تغمز لها أرض الجليل، غزي يا نبض قلوبنا يا مأصلة وأصلك أصيل، والمسرى حبه في دمنا والأقصى ما إله بديل، ورد الأصايل يا وطن جايب حبايبنا معه، رجعين لو طال الزمن جرح البطل ما بيوجعه، الحر ما يخشى الكفن قلب الوطن رح يوسعه، في السر يصرخ في العلن مجد المجد رح نصنعه. فيش عندي مجموعات زقفوا يا جماعة برا، كلمات يعني كلمات الشاعر سائد السويركي. تحياتنا لهم. يعني بتوجه التحية. على فكرة سائد السويركي من غزة، ياسر عمر أيضا من غزة، توزيع يعقوب الأطرش من بيت لحم. يعني حبيت أنه العمل يكون عمل فلسطيني متكامل. صراحة كتير خاصة أغنية ورد الأصايل، يعني بتعرف هذه أجواءنا يعني سبحان الله، وكمحمد يعني قريبة. أنا كتير قريب على قلبي هاي الأغنية، وحسيتها كتير يعني لمستني يمكن أكثر من الأغاني التانية. أنا صريح شوي. حاولت انه اكون متنوع. بتعرف انه محمد مش بس جمهوره فلسطينيين، او اليوم انا يعني من كل مكان في العالم عم بيسمعوني، من الخليج، من المغرب العربي، من مصر، بيعرفوك في امريكا يا محمد كمان في اوروبا. فعرفتي انه في المستقبل مفكر شيء بلغات تانية؟ الانجليزي انت ابدعت فيه بأرب ايدل. على فكره اغنيه اللي هي ال 360 موجوده ايضا بالالبوم، اللي هو الاغنيه اللي عملتها كاس العالم. لكاس العالم. ايضا اغنيه يا حلال يا مالي ايضا نازله بالسي دي، ان شاء الله راح تكون. يعني حبيت اعمل توليفه، صدقيني انه حبيت اغني هيك اجواء انا بحبها، يعني ما خليتش حدا يفرض علي انه غني كذا وما تغنيش كذا. غنيت اللي انا حابه واللي انا حسيته. يعني الالبوم بصراحه يعني ما حدش بالمثل الفلسطيني ما حدش بيقول عن زيته عكر يعني، بس انا بالنسبه لي يعني كتير مبسوط على الاغاني اللي انا غنيتها، كتير رائعه وكتير يعني حسيتها يعني يمكن ترجمة اللحنية يعني حسب شوفي
صاحب الشيء لما بيعمل الشيء يعني بتلاقيه يعني 100% انه راح يخلص فيه، لانه طبعا لإله، عرفتي. وبالنهايه يعني اكيد انه الناس بدها تسمع هذا الشيء كمان، فلازم انت تكون ماخذ شيء حابه، لانك انت لما تغني حتغنيه بطريقتك اللي انت حاسس فيها انه فعلا راح توصل كل اغنيه انت بتغنيها، سواء من كلام من لحن. باي ذا واي خليني احكي على اغنيه نسيت كان مهم احكي عليها، اللي هي في الالبوم، اللي هي سكوب. اغنيه شو بتخبرونا، سكوب ولا مش سكوب؟ من كلمات الشاعر نزار فرانسيس والحان الموسيقار الرائع ملحم بركات، وتوزيع توني سابا. هي بتحكي عن يعني غنيت مواضيع نوعا ما يمكن اوكي الاغاني العاطفيه والاغاني الرومانسيه. عندك يعني خطوط عامه محمد طبعا. يعني حتى في الحب شو خطوطك العامه اللي راح تسلك فيها؟ يعني في ناس عندها يعني اي كلام. انه شوفي يعني خليني اقول لك، احنا بنضلنا يعني يمكن بعض الناس تستغرب، بس انا صريح كتير. انا بعتقد انه احنا يعني محمد كعاداتنا وتقاليدنا يعني بتسمح لنا حتى انه مثلا لو توصلنا لمرحله من الغزل مثلا تكون غزل محتشم. صحيح صريح، انا ما تضحك. ما حدش يضحك. ف حتى المواضيع اللي غنيتها يعني اغنيه مثلا ملحم بركات غنيت مواضيع اجتماعيه، حتى في مواضيع مثلا مش نازله بالالبوم ولكن يعني موجوده لحد انه تنزل، يعني اغاني اصبحت جاهزه بمواضيع يعني اجتماعيه ومواضيع انسانيه. اوكي يعني بدك تحاول ترضي اكبر عدد ممكن من الجمهور اللي بتابعك، على انك تضل كمان مرضي طبعا الجمهور اللي حبك، مرضي الجمهور اللي حبنه بنفس الوقت. يعني راح يعني انا بسالك طريق معين، حتى الكليب تبعي يعني ما في اي شيء يعني خارج عن بيحاولوا يفرضوا عليه الاطار العام. لا بالعكس ابدا نهائيا. بالعكس شوفي خليني اقول لك، اتوجه بالتحيه للاستاذ تيمور مرمشي مدير شركه بلاتينوم ام بي سي، قديش انهم متفاهمين وبيعرفوا كيف وضعي كيف بدي اقول لك، يعني هم فاهمين انه محمد كاركتيره مش مثلا انه بنات حلوات يطلع انه يرقصن بهالكليب وكذا يعني انا انسان محافظ، انا ابن فلسطين، وبتعرف احنا عاداتنا وتقاليدنا، عندنا عاداتنا وعندنا تقاليدنا وعندنا هاي الاشياء، فما بنستطيع انه احنا نطلع عن او نخرج عن النطاق العام، لانه هذه بالنهايه يعني يمكن ناس كتير يمكن ما يعجب هذا الكلام، ولكن انا يعني مقتنع جدا باللي انا بعمله. وحكيت مرات وححكي وحضلني احكي انه فعلا الفن رسالة، مش بس وحدة بتطلع بكليب حلوة بترقص ولا مجموعة بنات بترقصوا، يعني هي الكليب يعني مش صورة. بالعكس انه هي كلمة، هي لحن، هي مغنى واحساس ورسالة بدك توصلها للناس. اوكي الحب ايضا رسالة للطفل كيف تحب في المستقبل طبعا. يعني في مبادئ يعني عند محمد انا بشخصيتي، هذه الشغلات ما بقدرش انا اطلع عنها، عرفتي كيف؟ هذا اللي ربينا عليه واللي تعودنا عليه. اوكي احنا بدنا نرضي يعني جمهورنا والناس اللي بيحبونا، مش فقط يعني على مستوى فلسطين، يعني على مستوى العالم العربي والعالم وكل الناس اللي بيسمعونا، ولكن بالنهاية انا بعتقد انه بتقدر انت لانه انت لما تكون مسؤول في مكان بتوصل رسالة، الناس بتقتنع في اللي انت بدك تعمله، فانت بيكون لك تأثير كمان. يعني لما تروح تعمل شيء مثلا يعني خلينا نحكي انه يعني خارج عن الطبيعة، خلينا نحكيها هيك يعني بهاي الطريقة، انه حيكون صعب. لحد الآن انا شفت محمد عساف بس هيك جملة معترضة بعد ما طلع من أرب آيدل واليوم لم يتغير عليه شيء يا جماعة. الله يخليك. ضايع مني وغايب عني، فاطمني انشغل بالي عليك، حيصيروا سنتين ما بتحكيني، انت نسيني هيك بهون علي، ضايع مني وغايب عني، تعطمني انشغل
انشغل بالي عنك حيصيروا سنتين ما بتحكيلي وانت نسيني هيك بهون علي لوين بروح وانت منك معي خوفي بقلبي وعيوب تعال انا مجروح انا ما بحمل اسى جروحي وعم بالمساو زعلان جديد لوين بروح لوين بروح محمد عساف، كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي وتوزيع ناصر الأسعد، اللي راح تشوفها في فيديو كليب سكوب أثرت علي، فيديو كليب ب 18 إن شاء الله عبر شاشة إمسي. جاك مولدر. جاك مولدر مخرج أجنبي، هو من جنوب أفريقيا، له أعمال كتير يعني اشتغل مع عمرو دياب، أغنية مثلا العالم الله كانت إخراجه. يعني أنا صار هي تاني تعاون مع مخرجين أجانب، يعني حلالي يا مالي برضو ديفيد زين كانت إخراجه أيضا. هو في لهم صفات إنجليزي مميزة أنت بتحس إنه شوفي تميزهم؟ خليني أقول لك من أي ناحية. الحلو انه يكون او يعمل واحد شيء مختلف حتى في الكليب، عرفتي؟ انا بحب القصص يعني اللي بالكليب، يعني خلينا اقول لك يعني شويه بتكون دراما مثلا. كويس، يعني احنا تعودنا على الكليبات بيجيبوا هالبنت الحلوه خلص اجرب راح واجو بالضبط يعني انت هي بتكون بهذا الاسلوب الاغلب، هو بده يبيع، بروح بجيب خلص انه ازياء معينه ورقصه معينه او كذا بدون هدف، بدون بالضبط. انا بحب اعمل شيء قصة يعني شيء له هدف. يعني أنا الأغنية هاي اللي لوين بروح هاي اللي شغال، يمكن اللي بسمعها الكلام بقول لك يعني هذه قصة واو، يعني رومانسي ووداع وترك وكذا. الموضوع الكليب شيء تاني خالص، عرفتي كيف؟ إنه مجموعة من الناس، أنا بكون يعني فايت بطريق، في ناس بقابلها، بشوف مثلا حدا عم بمد ايده بده حدا يعطيه فلوس. في يعني من ضمن الموضوع انه في صبية تكون قاعدة بشي هيك كافيه بتشرب قهوة، بمر انه بشوف الناس هاي اللي موجودة صغار بيلعبوا كورة، بتكون الدنيا طبعا مطر، طبعا الكليب بلاك اند وايت ابيض واسود. هاي السكوب كمان، هذا سكوب. ليش وين بايام اي زمن انتم يعني في الكليب؟ يعني يصور في يوم في ايام يعني في زمن معين؟ انا بفضل ان كنت تتفرجوا يعني اشرح. هذا مش سكوب. البرومو اللي اخرج البرومو المخرج نفسه جاك مولدر. فانه بتفوت على هاي الناس، بعدين بالنهايه كل الناس هاي بتتجمع مع بعضها، انه انا لوين بروح وانتو مش معي. هدول الناس اللي وقفت معي واللي عاشت معي، انه انتو يعني بدون هاي الناس اللي كل واحد حاله كذا، مثلا اللي بيشتغل اللي ما بيشتغل، اللي كذا اللي عايش، اللي عرفت كيف. بتحكي اكثر من قصة. طبعا في قصة طبعا هيك، انه بحكي برضو عن قصة يعني حب قديمة، انه بنهاية الكليب على فكرة يعني بتمر الصبية اللي أنا بفوت عليها، بدق الإزاز عليها وبتكون الدنيا بتمطر، فبروح شو أنا مناديها إنه تعالي، بس ما بتيجي معي، بتصير هي وراي وأنا ماشي قدام. كل الناس هدول بتجمعوا بصيروا يمشوا شو معي، إنه هدول إنه فعلا أنتوا مش معي، يعني شو أنا مش راح أقدر أعمل أي شيء. عرفت كيف؟ بدي أخليه شوية غموض لحد أنتوا ما تشوفوا يوم 8 الشهر. يا راجل أنت عقدتنا.
خذي اعطي الوردة هاي هناك. لمين هالوردة؟ اعطي هاي الوردة للبنت اللي قاعدة هناك. اكتب لك شغله على طول بتوديها للبنت هذيك اللي قاعده هناك. اوكي؟ اوكي. يلا. لبس ابيض؟ اللبسه ابيض. هلا اليك. طيب محمد، مفكر في سؤال من مستمعين أجمعوا عليه أنه مفكر في المستقبل يكون في مثلا أناشيد دينية، أغاني للأطفال، بما أنه في جمهور أكيد. كثير من الأطفال حبوك أكيد حتى يعني الناس ملتزمة دينيا. طبعا يعني أنا هاي شغلات يعني شوفي يعني في كذا جانب. أنا مقتنع، قلت لك إنه الفن رسالة. ممكن يكون أنا عندي شغلات مثلا ابتهالات دينية، يعني هذه الشغله بالعكس انا بتشرفني، وانه انا اعمل شغلات زي هيك، يعني حابب كتير انه انا اعمل شغلات زي هيك. انا الي بعض شغلات يعني فيما عفوا يعني فيما سبق، وبالعكس يعني هاي شغلات وارده، وهذه شغلات يعني خلينا اقول لك يعني محمد اوكي، يعني يمكن في عده عوامل خلت محمد يمكن يغني انواع معينه من الأغاني، ولكن إنه بالمبدأ إنه محمد ابن فلسطين يعني. وأغاني الوطنية هي اللي ربيت عليها يعني قبل ما أنا أغني هاي الأغاني، وهذه شغلة يعني راح تضلها معي طول ما أنا يعني في هذا المشوار الفني، راح تضلها معي، وانا ما مفتوح على يعني راح اكون مفتوح على كل الاشياء يعني. بس طبعا يعني انه إذا شيء يعني أنا بحب الكلمة القوية، اللحن الجميل، وأنا ما عندي مشكلة بالعكس. إذن أنت منتقي يعني طبعا. أي موضوع ما عندك أي مشكلة فيه، لكن أنا عندك في قائمة بالشغلات اللي أنت بتعجبك أكيد. بالكلمات باللحن أكيد. طيب كمان بتعرف أنت في مواهب كثيرة في فلسطين. اللي طلع محمد عساف عمل هذه الموجة الكبيرة في العالم وليس في العالم العربي، قادر انه يطلع ناس ثانيين. محمد عساف بصفته الآن بصراحة انا بحكيها بدون اي مجاملة، انت الابرز على الساحة الفنية اليوم فلسطينيا. كيف ممكن تساعد من لديه مواهب في المستقبل؟ أنا بحكيش اليوم ولا بعد سنة، لكن مستقبلا مثلا أكاديمية فنية لرعاية يعني أنا الفنانين بصراحة في عندي عدة مشاريع صدقا، يعني مش حابب أحكي عليها بالتفصيل، ولكن كنت حابب إنه يكون شيء يعني في أماكن ما فيها مدارس موسيقى. يعني ما شاء الله أنا تفرجت مثلا في رام الله على مستوى الضفة الغربية في معهد إدوارد سعيد، المعهد الوطني للموسيقى. شفت يعني في كذا أماكن. خليني أقول لك إنه في غزة حسيت إنه هذا الإشي مش متوفر. عرفت كيف؟ حابب أفتح يعني مؤسسة يعني على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة إن شاء الله، يعني باسمي إن شاء الله. يعني هذا حلم صراحة أنا حابب أعمله، يعني إن شاء الله قريبا بقدر إنه أنا إن شاء الله أعمله. وفي ناس يعني صراحة فيش عليك مخبى، في ناس يعني حابة تدعمني، رجال أعمال فلسطينيين من الخارج، والأونروا أيضا حابة إنه تعمل هذا الشيء، يكون مثلا كمركز ثقافي مش بس يعني فني، متنوع طبعا. لكن ححب يعني حيكون انا تركيزي على الاصوات الجميله. عرفت انا يعني في اصوات جميله عندنا كتير، ولكن في شغله بتحكي عنها التميز. عرفت كيف؟ انا يعني عشان ما اجاملش واكون صريح، انا بحب الشيء المميز. والمميز ما بيجي بس من صوت، طبعا زي محمد عساف بالضبط.
ما يميز الكاريزما، الشخصية، الصدق، العفوية وغيره. أكيد. محمد عساف، بما أنهم بيأشروا لي أنه الوقت انتهى وإحنا دقيقين جدا في مواعيدنا، ماذا تقول لمستمعي راية أف أم؟ اسمحي لي أقول يعني كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إذا بدك تعمميها أنا يعني عندي كلام كتير، ولكن حاول أختصر يعني بشيء موجز. تحية لكل مستمعين إذاعة راية أف أم، إلكم أكيد، وبتشكركم على يعني هالمتسع من الوقت انه حكينا يمكن عن الالبوم، وفي شغلات يعني كنت حابب كتير احكي فيها واحنا كمان، ولكن الشيء اللي بدي احكيه انه وحضرني احكي محمد اليوم الفنان اللي على مستوى الوطن العربي، انا ابن هذا القضية، وحضرني احكي هذا الكلام حتى وان يعني ناس انتقدتني او ما عجبها ايش اللي انا بعمله. انا بحترم يعني الاراء، ما عنديش أي مشكلة، ولكن هذا فلسطين وهذا وطني، مش بخاطري، غصبا عني. رح أضلني حامل هاي الرسالة وين ما أروح، حتى وإن عجب البعض أو ما عجبه. خليني يعني بهاي الشغلة أحكيها، إنه أنا مؤمن برسالتي، أنا بمثل شعبي، وأنا شغل هاي يعني شرف لإلي إنه أنا أمثل شعبي حتى ولو على المستوى الفني. أنا شغلي هذه أنا بفتخر فيها وبعتز فيها، ودائما يعني الأمل موجود عندي إنه يكون وضعنا إن شاء الله يعني أفضل. الأوضاع صعبة بشكل عام، يعني أنت شايف يعني خرجنا من حرب غزة والأجواء اللي كتير صعبة، طبعا رحم الله الشهداء جميعا. شيء صعب، يعني حابين نحكي شغلات كتير، ولكن هذا وطننا وهذه قضيتنا، ولا حدا بيقدر ينسينا إياها ولا إحنا بنقدر نتنساها. وهذا الفن يعني جزء قضية صغير يعني من شخصية محمد، ولكن هذه قضية فلسطين، وهذه فلسطين اللي راح تضلها في قلوبنا وفي عقولنا. احنا تربينا من واحنا صغار عليها فلسطين وما زلنا، وهذه شغله مش بخاطر واحد غصب عنه، تضلها هذه ما هي جزء من شخصيته. هذه شغله ما بيقدر حدا يمحيها منا. كل التحيه لكل ابناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان، كل التحيه لكل المستمعين، ويعطيكم الف 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 عافيه. الله يعافيكم السلام امانه، لانه كثير ناس حتى من غزه في لك اصحاب وشباب كتبوا لي اليوم على الفيسبوك، انا بفرجيك يا وملا بعد شوي، قالوا لي كنا نجلس مع محمد على شط البحر في مرات، ويا ما دردشنا، اسألينا يا إذا لسه متذكر. أكيد قلت أنا جاوبت بالنيابة عنك إنه لا يمكن إنه ينسى الإنسان ذكرياته. وناس قالوا لي أولادنا صغار بحبوك على خير إن شاء الله يا رب، وأولاد صغار كتير بحبوك، وأهليهم قالوا لنا بلغي سلامنا. السلام أماني على الهوى علشان. شكرا يا محمد لحضورك، شكرا لهذه الشخصية التي تمثل بالفعل فلسطين وشبابها. الله يخليك. شكرا سلام الأطرش، محبتي نجوى الحمدان، ومحبة راية أف أم دائما. في العالم